السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا تحليه اللي صراحه كتجي لذيذه بزاف. هذه تحليه بالقهوه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للمقادير، عندي ايترو ديال الحليب. هنا بالنسبه للحليب فانايا كنت دايراه في المجمد، يعني كيكون عندي بكميه كثيره كنخاف انه يخسر فكنحطو في المجمد. فهنا انا عندي ايترو ديال الحليب. بالنسبه لايترو الحليب كندير فيه 6 المعالق كبار ديال سنيده. هنا بالنسبه للحلاوه كتبقى على حسب الذوق، يعني كل الذوق ديالو كل على حسب القياس ديال الحلاوه اللي كيبغي. بالنسبه لي انا 6 المعالق كبار ديال سنيده فهما كيجوني هما هادوك مع ايترو ديال الحليب، يعني كتجيني انا الحلاوه هي هذيك. فكيف ما قلت لكم عندنا ايترو ديال الحليب وعندنا 6 المعالق كبار ديال سنيده. غادي نديرو قهوه سريعه الذوبان، غنديرو 2 معالق كبار. فهنا بالنسبه لا مارك كنستعمل فهاد الماركه سميتها المهم سامر، صراحه كتعجبني بزاف في اللوغو ديالها. كيف ما يمكن لكم تستعملوا الماركه الاخرى ديال نيسكافي. المهم 2 معالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان. عفوا. غادي نزيد هنا الكريم باتيسير، اما ديروا الكريم باتيسير اولا غديروا النشا الذره. فانا هنا كريم باتيسير هي ونشا الذره صراحه كنستعملهم، يعني كناخذهم بالعبار، ما كناخذش ديال الباكيه لانه ديال العبار كتقام عليا صراحه رخيصه على ديال الباكيه. فهنا تقريبا غادي ندير 4 ديال المعالق كبار ديال الكريم باتيسير. اللي ما عندوش كريم باتيسير يمكن يستعمل 4 المعالق كبار ديال نشا الذره اولا المايزينا. هنا غادي ناخذ هذا الخليط غنديرو فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتنسجم هاد المكونات كامله وتيعقد الخليط. يعني هاد الخليط كيعود يعني كيعقد شويه. كيف ما كنعرفوا دائما كنعرفوا التحليه كيفاش خاصها تكون، غير مع التحريك المستمر. ما نغفلوش عليها فوق من العافيه تكون مهيله مع التحريك، لانه الا جهدنا عليها العافيه اولا ما حركناهاش فهذاك الكريم باتيسير كتكتل وما يعني ما غتصدقش لينا الوصفه. فكيف ما شفتوا هنا بعد ما حركت الخليط فوق نار مهيله حتى عقد، غادي نزيد عليه تقريبا 7 ديال القطع ديال الشوكولات. هنا كان عندي متوفر الشوكولات كحل، يمكن لكم ديروا حتى الشوكولات بيض. فانا هنا استعملت شوكولات كالا، يمكن لكم تستعملوا حتى الشوكولات بيض، حتى هو الصراحه كيعطي واحد اللوغو زوين. هنا درت 7 القطع ديال الشوكولات كحل دكالا. كنحركهم مزيان حتى كيذوب هذاك الشوكولات مزيان في هذه التحليه. صافي كنبقى نحرك مزيان. هنا بالنسبه لهاد الزليفات فانا عندي غير هاد الزليفات ديال الزاج، فخديت بيمو كوكيز هو اللي شديته قسمته كل بيمو قسمته على 2 بهاد الطريقه ودرتو في القاع ديال هاد الزليفات. فالصراحه ملي كتبغوا تاكلوا التحليه ديالكم مع هاد كوكيز فيه هذوك البيبي شوكولا كيعطيو واحد اللوغو زوين وحتى كيعطي واحد القرمشه ملي كتاكلوا هاد التحليه ديالكم. فصراحه كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى من قلبي انكم تجربوها لانها الصراحه كتستحق التجربه. فهنا غادي نبقى غاديه غير بشويه نعمر في هذوك الكيس في هذوك الزليفات ديال الزاج. هنا بالنسبه للبيمو يمكن لكم تستعملوا اي بيمو، انا كان عندي متوفر هاد كوكيز ومع دوك القطع ديال الشوكولاته اللي فيه صراحه كيعطي واحد الكوستيون زوينه ملي كتبغوا تاكلوا في التحليه ديالكم. يمكن لكم تستعملوا اوريو، يمكن لكم تستعملوا اي بسكوي متوفر عندكم. هنا انا غادي نستمر نعمر في هاد الكويسات في هاد الزليفات ديال الزاج. هو بالنسبه للزيره كيبقى اختياري، فمن بعد ما غادي نعمر هاد الزليفات غادي نحطوهم في المجمد. قال لكم هنا غتخلوهم بعدا فوق في المطبخ حتى تحيد منهم هذيك الحراره وياخذوا الحراره ديال المطبخ، يعني يبردوا واحد شويه ولا يدفاو. عاد من بعد ديروهم في الثلاجه باش هكا الثلاجه ديالكم ما تخسرش لكم بهذاك البخار ديال ديك السخونيه ديال هاد التحليه. صراحه الثلاجه ما خاصهاش نحطوا فيها شي حاجه اللي هي سخونه. فهنا من بعد ما جمدوا لينا هاد الزليفات فانا زينتهم بشويه ديال لا كريم شونتي كانت عندي ودرت لهم واحد شويه ديال العقيق من الفوق ودرت ورق الذهب زينت به من الفوق. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تجربوا هذه التحليه وبالصحه والراحه.